لكنني كنت مرعوبة للغاية. في الحقيقة لقد اتهم السلطات الجزائرية بمطاردة جذوع عيد الميلاد، وما لم نكن نعلمه هو أننا كنا مراقبين بالفعل في تلك اللحظة. دخل رجل إلى الغرفة بعنف وتم اعتقالنا، وشعرنا أنه ما زال يريد الاعتداء علينا، وانتهى بي الأمر بملابس الداخلية فقط، وفي النهاية غضبوا بشدة وبدأت أبكي وأصاب بالذعر وأقول ما هذا الجنون؟ إنه أمر مروع ويخطر ببالك بالطبع سيتم اعتقالك. غادرنا الفندق لتصوير تلك الفيديوهات الجميلة، ووجدنا أنفسنا أمام حوالي 15 رجلاً. قالوا ستتبعوننا فرفضنا. كانوا يرتدون ملابس مدنية، لا زي رسمي. طلبنا منهم إظهار هويتهم لأنه حسناً لكي يتابعونا نحتاج إلى معرفة من نحن. عندما رأوا أننا نلح بشدة بدأوا يغضبون ويصبحون عدوانيين للغاية، لذلك فكرنا حسناً سنذهب. ثم طلبوا بفصلنا لنا في سيارة وأنا في أخرى. بما أننا كنا رجالاً فقط كان هذا الأمر مستعراً تماماً. أذكر أنهم سيضطرون لضربنا لإجبارنا على الذهاب، وهذا ما لم يرغبوا به. عندها أخبرونا أنهم سيأخذوننا إلى تيزي ووزو التي تبعد ساعتين. فقلنا ماذا؟ سيأخذوننا ساعتين، ما الذي يحدث؟ أخيرا شرحوا لنا أن الأمر مجرد اختبار لروتيننا، وحاولوا طمأنتنا قائلين لا في الحقيقة لن نأخذكم لساعتين، سنأخذكم ل15 دقيقة فقط، لا تقلقوا. وهكذا ركبنا السيارة بدون أمتعتنا التي كانت لا تزال في الفندق، مما طمأننا أيضا. كان الأمر مثيرا للإعجاب لأنها لم تكن سيارة واحدة بل عدة سيارات، إنها موكب مرافقة. في المقدمة كان هناك شاب ورجل في الأربعينيات من عمره. الشاب يتصرف ببرود ولطف، يلقي النكات، وبعد ساعتين من القيادة وصلنا. كان ظلام حالكا، وكنا نسير بمحاذاة مبنى ذي جدران عالية وأسلاك شائكة في أعلاه. لم نكن عند المدخل الرسمي لمبنى رسمي، وكان يحرس المبنى جندي. كنا وحدنا، الأشخاص الوحيدون في هذا المبنى المزدحم بالعشرات. لم نكن نعرف إن كانوا ضباط شرطة أو جيشا أو حتى من المخابرات. لم أكن أعرف ما يريدونه حقا، لكن كما تعلم لم ندرك بأي خطأ. كل ما فعلناه هو تصوير بعض نقاط أيديهم سيشاهدونها، وهذا كل شيء، لأنه حسنا لا يوجد شيء آخر. وهكذا بدأ الاستجواب. استمر 8 ساعات، صدقني كان مرهقا للغاية. كانت البداية بمجموعة أسئلة طرحت شفهيا، ثم طرحت الأسئلة نفسها مرة أخرى، هذه المرة مع شخص يدون ملاحظات في دفتر، ثم طرحت الأسئلة نفسها مرة أخرى، هذه المرة مع شخص يدون ملاحظات على جهاز الكمبيوتر. بعد ذلك كان علينا طباعة ما قلناه شفهيا وترجمته وإعادة قراءته والتأكد منه، ووجدنا أخطاء. اضطررنا لإعادة كل شيء عدة مرات، وهكذا لأننا لم نكن نعرف التهم الموجهة إلينا، إذ لم يخبرونا بها حتى تلك اللحظة. فكرنا لحظة، ماذا لو كانت هناك أخطاء في هذا التقرير؟ حسنا، قد يضرنا ذلك لاحقا، إنه أمر خطير. لذا كنا جميعا متعبين، وكنا جميعا على وشك النوم، لكننا راجعنا كل شيء مرة أخرى كلمة بكلمة. كان الشخص يكتب على جهاز الكمبيوتر، وكنا نعيد طباعة الأوراق ونسلمها للمترجم. لذا كان الأمر مرهقا للغاية خلال هذه الساعات 8 من الاستجواب. بالإضافة إلى ذلك طلبوا معداتنا السمعية والبصرية، ولم تكن جميعها بحوزتنا لأنهم لم يطلبوا منا إحضارها. لذا أعتقد أن هذا خطأ إجرائي أيضا. نظروا إلى حاسوبي وبطاقات الذاكرة، ولاحظوا خيبة أملي. لم يكن هناك شيء. سمعت شائعات خاصة عند وصول المترجم. قال أحد الرجال للمترجم: لقد جاءوا إلى الجزائر بتأشيرة سياحية، لكنهم صحفيون يصنعون فيديوهات في أفغانستان وما إلى ذلك، لذا ربما كان هناك شيء من هذا القبيل. وهكذا وجهت إلينا أسئلة شخصية كثيرة عن أنفسنا وعائلاتنا وأحبائنا وديننا وكل أنواع الأمور. يمكنك أن تتخيل أنهم في 8 ساعات قطعوا حياتنا بأكملها تقريبا. نعم، لقد سألوا الكثير أيضا، سألوا أسئلة عن علاقتنا بالجزائريين. ربما كانوا يخشون أن ننشر تقريرا متحيزا، وفي النهاية غضبوا بشدة. قالوا: لا، الآن توقفوا عن إزعاجنا، ووقعوا على الوثائق. في النهاية وقعنا على هذه النسخة الأخيرة التي لم يراجعها المترجم. حينها طلبت منهم نسخة، لكنهم رفضوا وغضبوا قليلا. لذا لا يوجد دليل على ما وقعنا عليه، فهم لا يخبرونك بشيء. لماذا أنت هناك؟ ما هي التهمة الموجهة إليك؟ لماذا جاءوا لأخذك؟ لماذا يوجد كل هذا العدد من الرجال؟ أنت فقط تؤدي الإجراءات. تقول من أنت في هذا الموقف، وتنتظر فقط أن ينتهي الأمر. ثم حدث شيء آخر، وأعتقد أنهم تجاوزوا حدودهم هناك أيضا، أو على الأقل خالفوا القواعد. حدث شيء ما بالنسبة لك. نعم، باختصار، في منتصف هذا الإجراء دخلت امرأة ترتدي زيا رسميا. كانت ضابطة شرطة، وجاءت لإجراء تفتيش جسدي. فغادر جميع الرجال، ووجدت نفسي في هذه الغرفة مع هذه المرأة. كنت أتوقع منها أن تفتشني كما هو الحال في المطار، لكنها قالت لي: لا، عليك خلع قميصك وبنطالك. وانتهى بي الأمر بملابس الداخلية. حتى اليوم ما زلت مصدومة مما مررت به. عليك فقط اتباع تعليماتي، إنه إجراء روتيني. قالت لي إنه أمر طبيعي، ولم يخطر ببالي حتى أنني كنت في غرفة
قد تحتوي على كاميرات مراقبة أو ربما ترك أحدهم هاتفه يصور فيديو مجرد. تخيل ذلك يقلقني كثيرا. لاحقا أدركنا وجود مشكلة لأنني لم أفتش على الإطلاق، أرتجف لمجرد الحديث عن ذلك. إذا هذا انتهى الإجراء وقالوا لنا اسمعوا لا بأس سنعيدكم إلى الفندق. ثم قلنا حسنا ماذا تقصدون لا بأس حقا لا بأس يمكننا استئناف رحلتنا، يمكننا استئناف تصوير الفيديوهات. قالوا لنا لا بأس لكنهم لم يخبرونا بأي شيء آخر. كان الأمر غامضا جدا على الطريق. وجدنا أنفسنا مع نفس الرجلين وتكرر الأمر نفسه مع شابي الذي ظل يقول أريد أن أكون صديقك. لماذا أنت غاضب؟ لا يجب أن تغضب، لكن عليك أن تفهم أن الأمر مرعب للغاية. أنت في الجزائر، وفوق كل ذلك خلال فترة من عدم الاستقرار الدبلوماسي الكبير بين فرنسا والجزائر، لذا تشعر بالذعر وتتخيل كل أنواع الأشياء. أنت لا تعرف ما الذي تستطيع سلطات هذا البلد أو ذاك فعله. أنت لا تعرف شيئا أقول، لكن في الواقع يمكن اتهامي بأي شيء. من السهل جدا أن تسجن بلا سبب. لذلك قمنا برحلتي ووصلنا إلى الفندق متأخرين جدا كما يمكنك أن تتخيل. وبالطبع كانت الليلة قصيرة جدا. استيقظنا في الساعة 11 صباحا ونحن في حالة صدمة تامة. بالنظر إلى ما حدث للتو لم نكن نعرف حقا ماذا نفعل. هل نبقى في الجزائر؟ هل نغادر؟ لكن في الوقت نفسه فكرنا لا، إنهم يعرفون من نحن ويعرفون مكاننا الآن. لا جدوى من التوقف ولا يوجد سبب لذلك. إذا أردنا حقا مواصلة استكشاف هذا البلد مهما حدث